جربي بقى واعملي لهم الوصفة دي بدل سندوتشات البيض والجبنة اللي بيرجعوا بيها كل يوم. ديت مش هيرجعوا بيها، هيفرحوا بيها أولا ومش هيرجعوا بيها، ومغذية وسهلة وبسيطة وحلوة جدا. هنعمل باتيه بالجبنة والشوكولاتة، ومولتو كمان ميني مولتو بالجبنة والشوكولاتة. حلوة جدا، طريقتها سهلة. بكيلو دقيق هتعمليه وتخزنيه عندك في الفريزر، تطلعيه الصبح كده يفك، هيبقى حلو جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة، وبجد ريحته وطعمه حلوة جدا. انا معايا هنا كيلو من الدقيق. انت ممكن تعجني في العجان او في على ايدك. ومعايا معلقه كبيره من الخميره، ونص معلقه من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر. ده اختياري، بس احنا عايزين نعلي القيمه الغذائيه بتاع العجين. وانا هعجن بكوبايه من الحليب. برضو انت ممكن ما تعجنيش بيها خالص، يكون دافئ اهم حاجه. ممكن تعجني بميه خالص عادي، مفيش اي مشكله. وبعدين بقى هشغل عليها كويس. اهم حاجه في العجينه ديت لازم تتعجن كويس. يعني انا عجنتها هنا حوالي 7 دقايق او 8 دقايق. انت هتعجنيها حوالي 15 دقيقه لو هتعجنيها على ايدك. جربيها بالطريقه ديت وانا متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبك. ممكن بقى تحطي مكعبين زبده معاها برضو، او زيت او سمنه، المتاح عندك اشتغلي بيه. وهنا بعد ما اختمرت معايا، هبدا اخدها كده على الرخامه، رشه دقيق الاول واخدها على الرخامه. انا عايزه افرد العجينه ديت على شكل مستطيل. على يعني على قد ما تقدري افرديها بالشكل اللي انت شايفاه. العجينه عشان معجونه كويس، طريه ومش بتلزق، هتتفرد معاكي بسهوله. وانا هنا بدات عشان اورق بس العجينه تبقى فيها توريقات كتير. انا دهنت هنا زبده، ما خدتش معايا زبده كتير، حوالي 100 جرام زبده بس. وبعدين هبدا اقطعها بالشكل اللي انت شايفاه ده. هعمل كده فيها خطوط من الجنب كده، من الجنب ده ومن الجنب ده، بس هسيب النص فاضي، مش هاجي يمة النص. دي بجد اسهل طريقه انا جربتها لتوريق الباتيه او المولتو في البيت. يعني سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت خالص. هبدا احط الطرف ده على الطرف التاني، وبعدين اخدها على الدايره اللي في النص، على الحته اللي في النص اللي احنا ما قطعناهاش. صدقوني جربوها بالطريقه ديت. انا عملت بطرق كتير، انما بالطريقه دي حلوه جدا. وبتعمل معايا توريقات كتير، سواء للفطير او للمولتو او الباتيه. جربيها بس انت بالطريقه ديت. بتاخدي الطبقه دي على الطبقه دي، وبعدين تلفي على اللي في النص، اللي احنا ما سيبناها كده سليمه، زي الشكل اللي انا بعمله ده. يمكن لو مش عارفه اشرحها كتير، انتوا شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي. لحد ما اخلص كل العجينه بالشكل اللي انت شايفاه ده، ما بتاخدش وقت خالص. ودي كلها طبقات انت هتلاقيها في الباتيه او في المولتو اللي انت هتعمليه. بعدين بقى هبدا الفها في ستريتش راب كده، وادخلها التلاجة ترتاح شويه، وكمان الزبده بتاعتها تتماسك. هنا بعد ما خرجتها من التلاجة، هبدا بقى اخدها على الرخامه كده. هقسم الكيلو دقيق على 3 قطع كده، عشان بس اعرف اشتغل فيه. كل اللي انا بوريها لك دي توريقات في المولتو والباتيه اللي احنا هنعمله. هبدا اخد